جدل كبير تعرفوا الرأي العام المغربي حول تعديل مدونة الأسرة. من نهار طبقات هذه المدونة المشؤومة سنة 2003 ونسبة حالات الطلاق في ارتفاع مهول، وغنعطيكم الدليل بعد قليل. اللي خاص يعرفوا المغاربة ولا البعض اللي ما فراسهمش هو أن هذه المدونة كان مبرصنا بها ذاك الوزير المفروح وهبي. مدونة الأسرة وسنغير كل النصوص. من بعد دخل الديوان الملكي وقال ليه لزم الحدود ديالك وهنينا، ودابا الملك هو اللي عطى التعليمات ديالو باش يتعدلوا مضامين مدونة الأسرة. وهذا السخط وهذا الغضب اللي كيعبر عليه الشارع العام ولا الرأي العام المغربي فهو صراحة مزيان باش يكون الضغط على الحكومة باش ما يديروش بعض البنود اللي غادي تأثر على الحالات الطلاق، غادي تزيد نسبة حالات الطلاق وغادي تزيد تشتت الأسر أكثر ما هي مشتتة. وهذه المدونة اللي عطى الملك التعليمات ديالو فغادي توجد سنة 2024. هذه فقط كمعلومة. دابا وكما قلت قبل قليل هذا الدليل بالأرقام على أن من نهار بدات هذه المدونة الملعونة ونسب طلاق في ارتفاع مهول. لاحظوا معايا هذا الجدول اللي كيبين لنا نسب الطلاق في بعض الدول العربية ودول شمال إفريقيا. لاحظوا معايا كيف أن المغرب من بعد 2003 دخل للمنافسة وبشدة باش يحصل على لقب أكبر نسب حالات الطلاق للأسف الشديد.